صباح الفل وصباح الأنوار. إن شاء الله النهاردة بعد ما نصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هنتكلم على موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى. إيه هو التوكل على الله؟ بعد ما نصلي على النبي طبعا بالصيغة الإبراهيمية زي احنا متفقين كل مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وترجع بطانا. يعني ايه التوكل على الله؟ التوكل على الله ان انا اكون مستيقن في داخلي ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ومع ذلك اسعى الى ان اجد وظيفة، اسعى الى ان اجد سفر، اسعى الى ان اجد عمل، اسعى الى ان ابني بيتي، اسعى الى ان افعل كذا وهكذا. طيب، هناك فرق بين التوكل والتواكل. ما هو التوكل وما هو التواكل؟ التوكل على الله هو التيقن ان الله يرزق والسعي لهذا الرزق اللي هو البحث يعني. اما التواكل هو انني اصلي على السجادة ليلا نهارا، بالنهار وبالليل، في كل وقت وفي كل حين، واقول ان الله سوف يرزقني وانا في مكاني، وهذا ليس صحيح. لابد ان الانسان يسعى، لان الله سبحانه وتعالى قال: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا يعني خذوا بالاسباب، مناكبها في اي مكان في الارض. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وترجع بطانا. يعني ايه تروح خماصا وترجع بطانا؟ يعني بتروح الامعاء ومعدتها بتكون فاضية، وترجع بطانا يعني بطنها ملأى بالطعام. بس هي متوكلة على الله، هي رايحة. الطير بيسافر الصبح او بيصحى الفجر يدور ويسعى على رزقه، هو بيروح يدور، ومع ذلك ما بيبقاش عارف هو هيلاقي حب او حبوب يجمعها وتكون طعام ليه او لا. هو بيروح لانه بيروح متوكل على الله، لكن بيروح. فاهمين كلمة بيروح؟ يعني بيسعى. فانت كمان كشخص المفروض ان انت تسعى، تروح تدور، تفتش، تبحث، تسافر علشان تلاقي الرزق، مش تقعد تصلي بس. لان الطيور اللي بتقعد في الاعشاش بتاعتها مش هتلاقي اكل. انت كمان زي نفس المثال بتاعك، لازم تبحث. طيب ايه كمان؟ عندنا الامام مالك رحمه الله صاحب المذهب المعروف، والامام الشافعي. الامام الشافعي كان يرى ان التوكل والسعي هو عين التوكل على الله. اما الامام مالك كان يرى ان التوكل على الله ان الرزق سوف ياتيك في مكانك بدون سعي. فاحب الامام مالك او الامام الشافعي احب ان يضرب مثلا للامام مالك في السعي، فذهب الى السوق واشتغل هذا اليوم، واخذ المصروفات او ثمن اليوم الذي عمل به، واشترى طعام لاستاذه وهو الامام مالك. وبعد ذلك قال له: تفضل يا إمام، هذا هو السعي. ومعنى السعي أن الإنسان يسعى ليكتسب قوته، وهذا هو الطعام الذي سعيت من أجله واكتسبته. فرد عليه الإمام مالك وقال: وهذا الطعام الذي أنت أحضرته لي بدون أن أسعى أنا وأنا في مكاني، وهو عين التوكل. مع اختلاف فهمت المقصد في إيه؟ مع اختلاف وجهة نظر كل منهما، إلا أن السعي يا إخواني مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فامشوا في مناكبها. يعني امشوا في مناكبها، امشي في أي مكان يكون فيه سعي ويكون فيه رزق ويكون فيه لقمة عيش أو يكون فيه شغل، بقى في سفر، في مكان تاخد بالأسباب، تدور وتسأل وما تملش. يعني لأن ساعات أنت بتدور وبعدين بتيجي في الاخر تمل، مثلا تقول تيأس. وربنا سبحانه ما بيحب اليائسين. ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. فالمفروض الانسان يستعين بالله، لان احيانا بتقعد تدور واصلا بتكون ربنا يبعت لك الرزق في مكانك.
طب انت بتسعى ليه لما هو ربنا هيبعته لك في مكانك؟ لان هو اصلا ربنا عايزك تدور، فانت لما تدور هو هيبعت لك، انما لو ما دورتش مش هيبعت لك. فانت لازم تاخد بالاسباب عشان يبعت لك. احيانا الناس بتدور وبيكون اصلا الشغل قريب منها، يعني في ناس مثلا يقول انا هسافر وممكن وهو بيدور هنا وهنا يجي له تليفون في ثانية يشتغل، يجي له اتصال في ثانية يشتغل. فاهمين يا اخوان؟ انما لو انت مثلا ما بعتش السي في بتاعك، او ما بحثتش مع شخص، او ما اتصلتش على شخص، او ما سافرتش تقابل شخص، مش هتلاقي شغل، او مش هتلاقي الشركة اللي انت عايزها، او مش هتلاقي الامور اللي انت بتدور عليها. فاهمين يا اخوان؟ فاسعوا على ارزاقكم وتوكلوا على الله حق توكله، كما يتوكل الطير على ربه، وبالتالي سوف يرزقكم الله من حيث لا تحتسبون. توكلوا واستعينوا بالله وصلوا وادعوا الله. واحنا اتفقنا قبل سابق ان لما نيجي ندعو الله سبحانه وتعالى ندعو الله في جميع انواع اسماء الله الحسنى اللي فيها الارزاق. اللهم ارزقني، اللهم اعطني، اللهم اكرمني، اللهم افتح علي، اللهم اغنني، اللهم ابسط علي رزقك، وهكذا. كل اسماء الله الحسنى اللي فيها ارزاق نستعين بالله تبارك وتعالى فيها. ده يا اخوان كان فيديو قصير ولن اطيل عليكم، ولا تنسونا من صلاح دعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.